السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يلا نكمل مع بعضينا السلسلة بتاعة شرح ازاي تعمل سيستم كامل لبيع منتج رقمي ليك، وهنتكلم في الخصوص عن الكورسز في السلسلة ديت معانا بإذن الله. زي ما انت شايف على طول ديت صفحة بيع او صفحة هبوط، انا عملتها بالظبط في 3 ل 5 دقايق حرفيا مع بعضنا سوا، وهوريك عملتها ازاي بالظبط. يعني زي ما انت شايف بالشكل دوت. لو انت عارف الفايب كودنج فعملتها بفايب كودنج موجوده على طول تبع السيستم دوت ان شاء الله بالشكل دوت. ولما كنت في اللايف الاولاني مع الاصدقاء عملنا الصفحه ديت مع بعضينا في اقل من 5 دقائق، كنا نديله بس الاوردرز بتاعتنا وطلعت بالشكل دوت. يعني حتى كان هو مطلع لنا الصوره ديت، كان عامل صورتين فقلت له لا غير الصوره خليها الصوره بتاعتي، فراح عمل لي الصوره بتاعتي من هنا ما عدلش اولانيه، فقلنا هنبقى نعدل مع بعضنا سوا. فالموقع دوت ده مواقع بالفعل بتتباع في السيستمز والناس بتبيعها ليك وهكذا، هي بتعمل فايب كودنج بسهوله تامه. انا عامله بالفعل اصلا، يعني في بالظبط قلت له اعمل لي صفحه مبيعات للكورس بتاعي وهنتكلم من ده وعامل ازاي. فراح عمل لي دوت، قلت له والله لا انا عايزك بس تغير لي اللون، خليه اللون بنفسجي. انا قلت له انا عاجبني الموقع دوت، خليه اللون بنفسجي، عدل كذا، حط الصوره بتاعتي كذا. عمل لي كل حاجه على طول في اقل من 5 دقائق حرفيا. هو فقط كان بيفكر، واللي طول معايا ان هو كان بياخد وقت قبل ما ينفذ. بس قبل ما نبتدي بقى نشرح السيستم دوت وايه المنصه اللي عاملينه عليها وكل حاجه بالتفصيل باذن الله، خليني سريعا عشان تبقى عارف. الناس بتبقى عندها لو هتبيع الكورسات بتاعتها فهي عندها حاجتين: يا اما تروح لحاجه تشيل من عليها عبء التفكير وكل حاجه وهي عندها سيستم جاهز بتاعها خاص بيها فترفع عليها الفيديوهات وخلاص، واشهرهم يوديمي يعني لا غبار عليها. يا اما الواحد يقول لك لا والله انا مش عاجبني يوديمي فهروح اعمل لي السيستم بتاعي انا. طيب ليه الناس بتروح ليوديمي؟ عشان بتريح دماغها. ليه اللي بيعرف يعمل سيستم بيخرج على طول بره يوديمي؟ وعمرك ما هتلاقي حد يعرف يعمل سيستم او عنده القدره اللي هو يعمله وبيكمل على يوديمي، لان الامثله المشهوره حاليا قدامنا يلا نتكلم عنها. يوديمي مثلا انت مش معاك الداتا بتاعت الناس اللي بتشترك، انت ما تعرفش عنهم اي حاجه، فقط يوديمي هي اللي معاها الداتا بتاعتهم. وهنا نقصد ان يوديمي عارفه معلوماتهم بقى، سواء رقم تليفونهم، الايميل بتاعهم، يعرفوا يعملوا اعلانات تستهدفهم في اي وقت، كل حاجه. انت ما عندكش اي حاجه من دي غير اسمهم فقط. والداتا لاي حد عايز يبقى دوت سيستم ليه او بيزنس ليه مستقبلي. بدون داتا انت بتحرق نفسك، لان مثلا انا واحد عندي الكورس بتاع الفريلانس فيه 66,000 حد وهم مجاني تماما. بس اللهم لك الحمد الناس ديت بعد ما اشتركت مجاني وشافت قوتي وكل حاجه، كنت احيانا ببعت لهم ايميلات لان انا معايا الوقت بتاعتهم، بقول لهم والله لو انتوا عايزين في كورس انا نزلته مدفوع وهعمل لكم خصم ليكم لانكم كنتوا من اصدقاء الفريلانس. ربما تكون انت واحد من اللي جالك الايميلات دي بالفعل، ففي خصم ليكم 40% لو اشتركت على الكورس بتاعي من هنا، وده اللينك بتاعه. فانا كنت بروج لهم تاني لان هم بالفعل انا تعبت وجبتهم في اللحظه الاولانيه، فكنت ببيع لهم تاني بعدين. ممكن اعرف اوصل لهم باي طريقه تانية انا عايزها لان دولت العصب بتاعي. فانت بتجمع البيانات ليوديمي مش ليك. تاني حاجه مفيش بربع جنيه براندنج. لو قلت لحد اتعلمت الكورس دوت فين هيقول لك عند يوديمي، مش هيقول عليك، مش هيقول سباعي. يعني انا فكرت ابقى ارفع فريلانس زاويه على يوديمي في الاول قبل ما اعمل السيستم بتاعي. ما هو اللي هيتعلم هيقول انا اتعلمت على يوديمي مش اتعلمت على فريلانس زاويه، فانا فارق معايا البراند والاسم بتاعي هيسمع معايا بعدين. بعد كده يوديمي بتبخس بسعرك لاقصى درجه، فدوت هتلاقي يوديمي كل شويه بتنزل اسعار، اصلا خصومات كل شويه. طبعا هم بما انهم بيعملوا لك الماركتنج بيدوك فقط تقريبا حاجه و30%، يعني هم بياخدوا 64% تقريبا 64% بياخدوها نسبه ليهم. لو انت اللي جايب الشخص من اللينك بتاعك بتاخد نسبه احسن بكتير حوالي حاجه و90%. بس كل شويه بينزلوا خصومات، انت مش بتتحكم في السعر بتاعك، مش احسن حاجه. ثم اسهل منصه للسرقه. وهنا انا مش بقول هي الباقي المنصات والسيستمز مش بتتسرق، اللي عاوز يسرق هيسرق سواء كان انت عامله ايه. يعني انا اذكر مثال مش هقول اسماء، بس هو حد اصلا تخصصه ان هو بيعلمك ازاي تعمل بروجرامنج تحمي حاجتك من السرقه، الكورس بتاعه اتسرق. فاي حد هيتسرق. بس انا اقصد هنا ان يوديمي تحس ان هي باي ديفولت كده يلا نتسرق على طول، فهي اسهل منصه فعلا فعلا للسرقه. فلو انت عايز تخرج بره يوديمي، اللي بتواجهه واللي انا واجهته ومعظم الناس بتواجهه في الاساس في الاول بعض الحاجات والعقبات اللي عشان تعمل سيستمك الخاص لو معكش سيستم واضح، ده انا هشرحه باذن الله بالتفصيل. ايه اللي انت بتواجهه في البدايه؟ بتواجه ازاي تعمل الاستضافه بتاعتك والهوستنج، واللي هي بتسحب منك حوالي $10 شهريا، ديت من اقل الاستضافات. ثم سيستم للايميلات عشان تبعتها، على حسب الايميلات بتبقى من $5 ل $100 على حسب انت بتبعت كام ايميل. يعني في مواقع معينه اصدقائي مشتركين فيها لما بتطلع فوق ال 10,000 ايميل بيبتدي يسحب منك حوالي $80 في الشهر، فوق ال 10,000 ايميل. في حاجه تانية ان انت عايز تعمل الجروب الخاص بالمجتمع بتاعك، طبعا في ناس تلجأ لاشهر حاجه هي سكول.
سكول بيسحب منك من 9 ل $99 على حسب الاشتراك بتاعك. $9 بيسحب منك تقريبا، بياخد منك عموله حوالي 10% على الاشتراك بتاع الحد اللي اشترك عندك. لبعض الحاجات التانيه $99 ديت بيديك مزايا احسن، وبيسحب منك حوالي 2% بس على حسب ما بحثت على سكول. ثم بعد كده عشان تعمل نظام استشارات تبع الكورس بتاعك 1 تو 1، فانت ممكن تلجأ لحاجه زي كالندلي ديت، كويسه جدا فيه، من 15 ل $25 عشان تضيف لك البراند بتاعك وتسمح لك ان انت تستقبل مدفوعات على باي بال. ثم بعد كده بقى في حاجات لو عايز تعمل اوتوميشن ورد على التعليقات وهكذا، عندك ميني شات. ميني شات سعره بيتراوح من 15 ل $60 واعلى كمان يعني. في الصفر دوت بيديك حوالي 500 بس مره، في بعد كده ل $199. انا كان في مثلا بوست معين دوت على الانستجرام بتاعي، فالبوست دوت اللهم لك الحمد جايب لي 21,000 رياكت. هم في الاساس عباره عن ايه؟ عباره عن 10,000 كومنت وانا رديت عليهم ب 10,000 مره. سيستم الاوتوميشن دوت على ميني تشات كان طبعا هيكلفني ما يقرب من اكتر من $99، لان هم اكتر من 7,500 واحد. فدوت حاجات في ميني تشات بتكلفك نفس النظام. ثم عشان تربط اي اي بوت، فدوت تربط سيستم اي اي بوت هيسحب منك فلوس تاني. ثم عشان تعمل ابلكيشن للموقع او الكورس بتاعك، فدوت على حسب اللي هيعمل لك الابلكيشن هياخد قد ايه في التصميم. ثم الاشتراك بتاع ابل واندرويد 25 ل $50 بيدفعوا، وهكذا. فدوت سيستمز انت بتعملها عشان تهرب بره يوديمي لو انت عايز تعمل السيستم بتاعك. او المنصه اللي هنتكلم عنها دلوقتي ان شاء الله، اللي انا عامل عليها الكورس بتاعي، وبقى حنش عامل الكورس بتاعه عليها، ومعظم الناس عامله الكورس عليها، ولا نشرحها لك تفصيل ان شاء الله في الفيديو القادم، هي منصه جو هاي ليفل. دي اللي انا بستخدمها، واللي معظم الناس بالفعل بتستخدمها، واللي بتتباع ليك باكتر من $1000 وانت مش عارف ان هي منصه جو هاي ليفل. احنا اصلا بنشرحها على الموقع بتاعنا هنا بالفعل، اللهم لك الحمد. والله لك الحمد، في منصه جو هاي ليفل اللي هي سبونسر رسمي ليا في القناه هنا. وهم سبونسر لان انا اللي رحت قلت لهم انا هبتدي اشرح عنكم، انا بستخدمكم بقالي اكتر من سنتين ونص، وبستخدمكم مع عملاء تانيه، واختي موجوده معايا نفس النظام، معلمه لاصدقائي صناع محتوى اصدقائي تانيين قلت لهم عليها عشان يحولوا عليها. فانا قلت لهم انا ببتدي بعمل لكم دعايه لان انا بالفعل بستخدمكم بقالي فتره، فهل ينفع تبقوا سبونسر ليا؟ بالفعل الحمد لله تواصلنا مع بعضنا شويه، بقوا سبونسر ليا موجود بالفعل. لو لقيت اي منصه تانية تعمل لك كل السيستمز ديت احسن من واحد ليفل، انطلق فيها براحتك تماما وكمل معانا السلسله ديت، لاني هعلمك السيستمز بتتعمل ازاي بالتفصيل منه. لو ما لقيتش، والصراحه انا اشك ان انت هتلاقي، لان كنت انا لقيت وبقى حنيش كان راح، وهوريك امثله تانية لناس تقيله في العالم مش الوطن العربي عموما بيستخدموا جوه ليفل في السيستم بتاع الكورسات بتاعهم. فوقتها هقول لك كمل معانا وتعامل مع جو هاي ليفل وانطلق في الرحله بتاعتنا، لان هشرحها بتفصيل باذن الله. ده شكل منصه جو هاي ليفل، لو دخلت عليها هتلاقي بالتفصيل بيقول لك احنا بنغنيك عن ايه. طبعا بتعمل بيها سيستمز كتير جدا مش كورسات بس انا بقول لك الحاجات عامله ازاي عليها. في الاشتراكات ب $97 اول اشتراك بس، بما انهم الحمد لله سبونسر ليا، فممكن تجرب من اللينك اللي هسيبه لك تحت 30 يوم مجاني تماما بدون ما تدفع جنيه واحد نهائي. كنسل في اي وقت، ممكن تشترك وتعلم معانا في السلسله ديت. ما حبيتهاش بعدين لقيت منصه احسن منها، فانت اتعلمت الاساسيات وانطلق في المنصه بتاعتك باذن الله. اللينك اللي هو تبعي اللي هو gohighlevel.com/سباعي، لما تدخل عليه من هنا هيقول لك ستارت ان اكستندد فري ترايل، انت ادخل 30 يوم بدل 14 يوم. في الطبيعي هم بيدوك 14 يوم، بما انهم الحمد لله سبونسر بيديك 30 يوم من خلالي. بالاضافه ان انت تدخل الكوميونتي بتاعنا، تدخل الجروب بتاعنا اللي احنا شارحين عليه كورس كامل لجوه ليفل وكل حاجه بالتفصيل، وهننزل التحدي دوت وهننزل حاجات تانية وفي لايفز وفي اكتر من استشاره موجود باذن الله. العقبه الوحيده اللي ممكن تواجهها في جوه ليفل عشان تاخد 30 يوم المجاني، بما اننا في الوطن العربي، فانت اول ما تدخل من هنا مثلا يعني خلينا نضرب اي مثال، يعني هكتب اي حاجه. المرحله الثانيه بيقول لك هناخد 30 يوم مجاني تماما، بعد كده $97 في الشهر، وال $97 دولت ينفع ثلاثه يشتركوا فيهم مع بعض، وهتبقى شارحهم ازاي باذن الله. يعني لو انت تعرف اثنين تانيين يشتركوا معاك، كل واحد بياخد سب اكونت فرعي، فبيدفع حوالي $30 لو انت عارف اثنين تانيين، بس هي اقل حاجه $97. طب اذا اخد 30 يوم المجاني بتدخل الفيزا بتاعتك، بيسحبوا منها دولار واحد يتاكدوا ان هي بس فيها فلوس، عشان ما يبقاش انت عاملهم فيزا مزوره ولا حاجه. في الوطن العربي في الغالب الفيزا بيترخم عليها، لانها لازم يكون فيزا دولاريه بتدفع بالدولار. لو في مصر احنا عندنا زي الكريدت كاردز والحاجات ديت ما بتتقبلش، لازم تكون فيزا دولاريه، ولازم تكون فاتح في بي ان. في بي ان اسمه براوزك مجاني تماما، بنزله من كروم اكستنشن، بتفتح الفي بي ان ستارت في بي ان، وبيقول لك انت من امريكا، وبتدخل الفيزا وانت فاتح الفي بي ان، وقتها بتتقبل على طول باذن الله وبتكمل على طول. في بقى حاجات زي ريدوت باي اعتقد شغاله، في حد قال لي حاجه اسمها باي بيت شغاله برضه نفس النظام، بتدفع لهم فول كاش بيحولوا لك رصيد عندك على الفيزا بتتقبل بالدولار، فبتشتغل بيها على طول هنا باذن الله. فلو انت حبيت تاخد ال 30 يوم المجاني تتعلم معانا السيستم،
عجبك تبقى تكمل بيه بعد كده، لقيت سيستم احسن منه فانت تتعلم معانا وتبقى عرفت كل حاجه، وروح للسيستم الاقوى منه لو حبيت ان شاء الله. لقيت اتنين تانيين معاك فممكن تقسموا ال $97 بعدين عليكم انتوا سوا، زي ما انا عامل بالفعل مع اختي وعميل تاني وهكذا. وقتها اول ما تسجل من خلالنا بيجي لك الكوميونتي بتاعنا، بيجي لك ايميل مننا في الكوميونتي بتاع جو هاي ليفل بنشرح فيه بالظبط كل حاجه. ان شاء الله هتلاقي فيه كورسز موجوده شرح جو هاي ليفل كامل وحاجات تانيه بعد كده تفرق معاك في سناب شوتس. وفي حاجات اكتر من مجرد الكورس بتاع المحتوى الرقمي، في حاجات تانية كتير موجوده، بس احنا هنركز مع بعضنا سوا ان شاء الله في المحتوى الرقمي. اشوفك كده ان شاء الله الفيديو القادم اللي هنكمل فيه ازاي بقى بنعمل الجروب بتاعنا، بنعمل الكورس بتاعنا، بندمجهم مع بعض، بنعمل البراند بتاعنا. كل حاجه من دوت جايه في الفيديو الجاي ان شاء الله. اشوفك على خير.